بطولة كأس آسيا 2024. أهم المعلومات عن البطولة: نظام اللعب والفرق المرشحة لتحقيق اللقب. البطولة رح تلعب بقطر بالملاعب المونديالية، ورح تبتدي يوم 12 يناير يعني الجمعة القادم، وآخر مباراة بتكون فيها يوم 10 فبراير. هاي النسخة رح تكون النسخة رقم 18 للبطولة. آخر فريق حقق اللقب كان المنتخب القطري، وآخر وصيف كان الساموراي المنتخب الياباني اللي هو أكثر منتخب حقق اللقب 4 مرات. نظام اللعب 24 منتخب بيتقسموا على 6 مجموعات، كل مجموعة فيها 4 منتخبات بيتأهل منها أول وثاني، وأفضل 4 منتخبات حصلوا على المركز الثالث ليكتمل دور 16. من أصل 24 منتخب 10 منتخبات عربية رح تشارك بهي النسخة، يلي هن سوريا، العراق، السعودية، قطر، لبنان، والأردن، وفلسطين، وعمان، والبحرين، والإمارات. أبرز المنتخبات المرشحة لتحقيق اللقب من وجهة نظري عربيا السعودية، قطر، وفينا نقول منتخب أسود الرافدين، وأكيد المرشح الأول هو المنتخب الياباني، وفي المنتخب الكوري الجنوبي، والمنتخب الإيراني. بالتوفيق لمنتخباتنا العربية ال10، وإن شاء الله اللقب بيكون عربي.